نعم، الإعلام السوري العبقري يجد الوقت الكافي لتلفيق التهمة تلو التهمة لتيار المستقبل. وقد خص التيار لهذا الأسبوع بالكشف عن اعتقال النائب عقاب صقر في بنياس، وهو يقوم بالجرم المشهود بتنظيم التظاهرات وتوزيع الأموال وقيادة العصابات المسلحة. ولكن ما غاب عن التلفزيون السوري وعن الشاشات والقنوات والمواقع الإخبارية المستحدثة لضخ الأضاليل أن فرقة كومندوس خاصة من تيار المستقبل تمكنت من تحرير النائب صقر من أيدي قوات الأمن السورية. وهو سيكون بيننا بعد قليل في استوديو الأخبار كضيف في النشرة ليروي للمشاهدين اللبنانيين والسوريين والعرب قصة الهروب الكبير من بنياس. الإعلان عن إلقاء القبض على نائب تيار المستقبل عقاب صقر في سوريا. الخبر اليوم السوري وضع المواقع الإلكترونية السورية يتحدث عن إلقاء القبض على نائب صقر وعن محاصرة صقر في بنياس من قبل الجيش السوري إلى جانب أشخاص مهمين مثل النائب اللبناني صقر وضابطين إسرائيليين وأربع ضباط أردنيين وضباط سعوديين وعدد من السلفيين اللبنانيين. وقال التلفزيون أن الجيش ينادي عليهم بالأسماء عبر مكبرات الصوت ودائما بحسب الموقع السوري. وبعد تحريره في عملية كومندوس إذن ينضم إلينا النائب عقاب صقر هنا في الاستوديو. مساء الخير أستاذ عقاب. أهلا، مساء النور. يعني كيف تمكن تيار المستقبل وحدة كومندوس خاصة من تيار المستقبل من تحريرك من قبضة الأمن السوري في بنياس؟ يعني حقيقة خبر مضحك. إذا بدنا نكفي على منوال الإعلام السوري بنقول نزلوا من قبرص باتجاه كندا ومن كندا وصلوا على بنياس. يعني إعلام عن جد أنا حزين على ما وصل إليه الإعلام السوري، وللأسف النظام السوري بهذه التخريصات، حتى ما أقول أكثر من هيك، يعني بهالتلفيقات بهالكذب. وعلى كل حال هيدي الكذبة الكبيرة اللي بينت الأكاذيب الكاملة لهذا الإعلام. أنا برأيي إذا في مندس حقيقي بسوريا هو هذا الإعلام. إذا في مندس حقيقي بسوريا الأجهزة الأمنية اللي عم تركب هاي الأفلام. إذا النظام السوري بده يتخلص من المندسين يبلش يتخلص من هذا النوع من الإعلام الهابط، من هذا النوع من التركيبات الأمنية الفاشلة اللي بكل أسف عم تسيء لوجه سوريا، عم تسيء لدماء السوريين. وأنا بعتبر اللي صار معي ماشي قدام هالدماء، هالشلالات الدم اللي عم بتسيل. بكل الأحوال أنا إذا كنت بدي أروح على بنياس بروح لأقدم دم لأهالي بنياس ولأقدم دم للسوريين اللي عم يسقطوا على الأرض، ما بروح لحتى أعمل فتنة وأنا وضباط إسرائيليين وغيره. وأنا بعتقد أنه الإسرائيلي بفكره وبذهنه هو اللي عم يغتال الناس بهذا الأسلوب الإعلامي المسيء لسوريا دولة وشعب ومؤسسات. وأنا بقول من هون بناشد الرئيس الأسد أنه بما تبقى من هيبة لهذا النظام السوري، بما تبقى من صدقية للإعلام السوري، أن يعمل على إصلاح ما تبقى، عم أقول قبل فوات الأوان. لأنه نحن أمام فعلا مجزرة إعلامية، نحن أمام مجزرة بالكذب والافتراء توازي وإن كانت أقل بشاعة المجزرة اللي عم تصير على الأرض. بستمطر الرحمة من السماء لكل شهداء سوريا، وأتمنى أن لا يكون هناك مزيد من التضليل بما يسيء لسوريا قبل أن يسيء للبنان. نحن قالينا على أنفسنا أنه ما نتدخل بالموضوع، لكن للأسف اضطرونا أن ننزج، علما أنه نحن أخلاقيا وإنسانيا كان يجب أن نتحدث عن هذا الشلال الدم. نأينا بأنفسنا وابتعدنا وقلنا ما بدنا ينقال بأي مكان من الأماكن نحن عم نتدخل، لكن للأسف زجونا بهذه الطريقة. ساعة أنه عم بركب خلايا برا وجوا، وساعة أنه عم بدخل على بنياس بهذا الشكل وتوقف. يعني للأسف مضطرين نحكي ونقول بالصوت العالي كفى كذبا وكفى كل ما يحصل في سوريا، وكل شهيد يسقط في سوريا برصاص الغدر مين ما كان وراء هذا الرصاص نحن بنعتبره شهيدنا بلبنان، وبنعتبر أمن سوريا من أمن لبنان. واللي عم يسيئوا للأمن هن فرقة كبيرة منها هذه السيمفونية الإعلامية البغيضة اللي أساءت لسوريا وأساءت لها شهداء سوريا. نعم أستاذ عقاب، تتردد معلومات حول إصدار مذكرة توقيف سوريا بحقك. طبعا أنت عم بيقول هذه المذكرة أنك عم بتقيد عصابات مسلحة من الداخل والخارج السوري. طبعا في بعض، بكل أسف كمان بعض المهرجين التابعين للنظام السوري بالداخل اللبناني، وهول أيضا عم يسيئوا لسوريا وعم يسيئوا للدولة وعم يسيئوا للنظام. من فترة عم يطلعوا أخبار أنه أنا شكلت خلايا برا بهامبورغ وغيره، خلايا بالداخل السوري. إيه، أنا لي علاقات مع كل ألوان الطيف السوري، في منهم بالمعارضة ومنهم بالموالاة، وعلاقاتي وصداقاتي بعتز فيها، وصداقاتي مع المعارضة السورية بعتز فيها. لكن هذا لا يعني
اذا عندي صداقاتي ركبوا لي انه انا عم بعمل خلايا وغيره، ليش وين عندهم خلايا هن اصلا؟ وباي خلايا بدي ساعدهم انا بسوريا؟ مين اهل سوريا ادرى بشعابها، كيف بدي ساعدهم؟ يعني هذا مؤسف ومضحك، عم يستغلوا هيدي العلاقات والصداقات القديمه اللي ما بقطعها مع اي انسان سوري مما كان يكون لاني بعتز فيها، ويقولوا انه في تركيب خلايا. بكل الاحوال انا ناطر لاشوف هي المذكره اللي سمعتها ببعض وسائل الاعلام، وعندها سيكون هناك رد مفصل على هذه الاكاذيب. انا اليوم بكتفي بهذه الردود، لكن غدا سيكون هناك رد اكبر، وانا بعتقد يجب ان يصححوا هذا الخلل وهذا الخطا الفادح، لانه اذا امعنوا فيه سيكون لنا كلام آخر، وهذا الكلام أعتقد أنه سيرتد سلبا على مفبركي هذه الشائعات المغرضة البغيضة والمؤسفة لسوريا، كل سوريا. نحن بس بدنا نقول شغلة، أنه حتى عندما كنا في الجندرية قيل أنه كنت بهامبورغ، بس للتوضيح يعني وأنت جيت من المملكة العربية السعودية من مهرجان ثقافي. امبارح وصلت بمهرجان ثقافي الفجر، اليوم وقفوني ببنياس، والأستاذ منير كان معي لما كنا مجموعة صحفيين قاعدين، وطلع الخبر، لقينا الخبر انه انا بهامبورغ عم مول خلايا، وكنت انا بمؤتمر الجنادرية الثقافي، يعني كان معنا اكثر من 20 صحافي وشخصية عمي، وكنت موجود وعم بتصور على الاعلام. انا بعتقد انه هذا النوع من الاكاذيب اذا ما استمر بتصور حيكون هو المندس الاكبر الذي سيؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، ونامل ان يبقى الهيكل حرا ديمقراطيا. واكرر كل هذا اللي عم نتعانيه لا شيء امام دماء الشعب السوري. شكرا استاذ يعقوب. شكرا لك.